چالاکی هاوبەشەی هەرسێڕەخاو سەرەتای دەستپێکردنی چالاکیەکەمان یاخود گفتوگۆکەمان بە دەقیقەی وەسانەوەستی بۆتیانی پارتی شوریدانی ئازادی ڕادەربڕ. بەڕێزان سەرەتای گفتوگۆکەمان بەڕێز کاروان ئەنوەر سکرتێری لەقی سلێمانی سەندیکای ڕۆژنامەنووسان بە ناوی هەرسێ ڕەخاو پێشکەشەکە بەفەرمێ. بخير بين بناوي هرسلامانوا لقي سليماني سندكا روزنامەنووسان لەگەڵ CDO لەگەڵ میترۆ بە خێراتنی هەمووتانەکەین تابەتی ئەو مامۆستا بەڕێزانی کە لە ئەردەنەوە هاتوون و ئەوانش کە لە هەولێر هاتوون. هەمومان باشە زانین کە ئێستا کۆناغی میدیای کوردی لە قەیرانێکی توانم بڵێم چاوەڕوان نەکراوایە. ئەو قەیرانە بێگومان خەستر ئەبێتەوە، خۆڵتر ئەبێتەوە بەوەی کە ئێستا میدیای ئەلکترۆنی شوێنی بە میدیای کاغەز و میدیای بدرا و میدیای بیسترا و لەق کردووە. لەم ڕوانگەیەوە ئێمە ئەم کۆڕەمان ڕێخستەوە. یاسایەکمان هەیە، پرۆژە یاسایەک بۆ ڕێخستنەوەی کاروباری میدیای ئەلکترۆنی و سۆشیال میدیا. ئەوەی کە ئێستا لە پەرلەمانە بەشی زۆرمان ئاگاتان هەیە کە دەنگی لەسەرکراوە. وڵاتی ئوردون یەک لەو وڵاتانەیە کە هاوشێوەی ئێمە یاسایەکیان بۆ میدیای ئەلکترۆنی دەرکردنەوە. ئەو دوو مامۆستایی کە لێرەن ئوستاز عەبدولکەریم الواحش لەگەڵ ئوستاز نوورەدین خەمایسە دوو شارەزای بواری ڕۆژنامەگەرین، چ کاغەز چ بینرا و چ ئەلکترۆنی. ئەو ئەزموونەی خۆیان ئەگەر بۆ ئێمە بگوازنەوە کەوەرەکەمان وا لێ کردووە کە بە دوو بەش بێت، بەشێکیان لەسەر شێوازی دەرکردنی بڕیارەکە بە چەند کۆناغ یاسای ئەلکترۆنی لە وڵاتی ئەردن کە پێوترێ الجرائم الإلكترونية، قانون الجرائم الإلكترونية. شلون أم ياسايات درجو؟ ئێستا یاساکە کاری پێکرێت ئیجابیات و سلبیاتی چۆنە؟ چونکە بەڕاستی هەرچەند سێرمان کرد زۆر هاوشێوەی ئێمەیە، هەم وڵاتەکە هەم شێوازی نووسین هەم شێوازی سادانەکە. و ئێستاش بیرمان نەچێت ئەو پێنج کەیسەی کە حکمی 6 ساڵ بەسەرێ نادراوە ئەگەر بوایە ئێمە یاسایەکمان هەبە یاسای با بڵێنەوەی کە پێوتر جەرائیمی ئەلکترۆنی، یاسای میدیای ئەلکترۆنی، یاسای سوسیال میدیا، ئەو قەرەباڵخیە ئەو قەیرانە ئێستا دروست نابوو. بۆیە ئێمە وامان بەش کردووە هەردوو مامۆستای بەڕێز بە زمانی عەرەبی قسە بکەن، پێم وای بێت نخبە هەموو لە عەرەبی تێگات، باوەڕ ناکەم کەس کێشەی هەبێت. کاک فواد وەرجێڕە ئەگەر ئەزانن کەسێک لە عەرەبیەکە تێناگات دەتوانێت کاک فواد هاوکاری بکات بۆ تێگەیشتن. دوو کەسێکیان باس لە حاڵەتی ئێستا ئەکەن. ئێمە یاسایە دەرەکەین لە پەرلەمان دەنگی لەسەر درێت خوێندنەوەیەکەین بۆ کراوە. ئایا کە یاساکە دەرچوو وەکو وڵاتی ئوردنمان لێت یان ئەمە جێگەی پرسیارە. چونکە ئێستا کە هەردوو مامۆستاکە باسی ئەکەن ئەمە ورد و دریشتی مۆزوعەکەیە. ئێمە بە پێویستی ئەزانین ئێوە لێرە نخبەن هەردوو بەڕێز کاک تاریق جەوهەر لەگەڵ کاک مەجید ساڵح کە کاک نوزاد کە دەستیان هەبوو لە داڕشتنی ڕەشنووسی یەکەمی یاساکەیە ئەتوانین لێرە دەمەتەقەیەکی دۆستانە بکەین بگەینە ئەو قەناعەتی خۆزگە برادرانی لیژنەی ڕۆشنبیری پەرلەمانیش لێرە بوونایە کاک گۆران بەخێربێ سەرماخانیشمان داوەت کرده بوو ئەو نهاتووە بە هەر شێوەیەک لە شێوەکان. ئێستا ئەو دوو مامۆستا بەڕێزە ئەو دوو میوانەی ئێوە میوانی ئێمە ئەزموونی خۆیان باس دەکەن. ئێمە ئەوی لەسەرمانە هەموو تێبینەکان ئەنووسین لە قسەی ئێوە لە قسەی ئەوان وەک سەندیکای ڕۆژنامەنووسان توانین لایحەیەکی لێ بەرزکەینەوە وەکو ئەمە خۆیان بتوانین ئەو لایحەیە بێ بە هۆکارێک بۆ باشترکردنی ئەو ڕەشنووسە کە ئێستا خەڵک هەمووی گوێقڵاقی ئەوەیە کە بزانێت بە چی ئەگات. من هەر ئەوە نەم هەیە و سواز بۆ ئێوە بۆ هەموو لایەکتان، سواز بۆ هەردوو مامۆستا نوورەدین خەمایسە لەگەڵ عەبدولکەریم الواحش کە هاوکارمان بوون لەم کۆڕەی ئەمڕۆیە. سواز بۆتان. فليتفضل الأستاذ عبدالكريم الوحش
عبد الكريم الوحش بەڕێوەبەری نووسینی ڕۆژنامەی ئەڕائیە لە ئوردن ئەو یەکێکە لە پێشکەشکارانی خەوەرەکەی. فليتفضل الأستاذ نور الدين الخمايسة. بەڕێزان کاک فوئاد هاوکارمانە ئەگەر هەر کەسێک لە تەوەرەکان یاخود پرسیارەکان یاخود گفتوگۆکان تێناگات لە پشتەوە کاک فوئاد هاوکارمانە بێ بۆ وەرگێڕانی ڕاستەوخۆ بۆ زمانی کوردی. فەرموو کاک فوئاد. أهلا وسهلا. باسمي وباسم زميلي الأستاذ نور الدين الخمايسة أتوجه بالشكر الجزيل لكم على توجيه هذه الدعوة، وأخص CDO مترو سنتر وفرع نقابة السليمانية للحديث مع نخبة مميزة موجودة بيننا اليوم من برلمانيين ومشرعين وأكاديميين وزميلات وزملاء من مهنة المتاعب. نتطلع إن شاء الله أن احنا نتبادل أفكار في موضوع التجربة الأردنية الفاعلة الحقيقية الآن لتجربة الجرائم الإلكترونية، ونتطلع إلى خدمة التجربة العراقية القادمة إن شاء الله. مساء الخير. بثني على كلام زميلي بشكر مترو سنتر وCDO ونقابة الصحفيين السليمانية على هذه الدعوة، وسعيد جدا بوجودي بين هذه النخبة من الأكاديميين والبرلمانيين والمشرعين والزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات في كردستان. نتطلع في هذا اللقاء أن نثري تجارب بعضنا البعض، ننقل لكم انطباعاتنا وتجاربنا عن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، ونتوقع في ذات الوقت أن نستفيد كثيرا من التجربة العراقية في هذا المجال التي فهمنا أنها ما تزال في طور الولادة، يعني لم تكتمل. أستاذ عبد الكريم الوحش، ممكن نبذة تاريخية عن القانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن وكيفية الإصدار وموجبات إصدار هذا القانون؟ يعني ولادة قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن لم تكن ولادة يسيرة، يعني كانت ولادة فيها مخاض، فيها ربط، فيها تأييد، فيها يعني مواقف مختلفة مثلتها الحكومة من جهة ومثلها المجتمع المدني ومجلس النواب الأردني والنشطاء من جهة ثانية. قبل الحديث عن قانون الجرائم الإلكترونية خلينا نتحدث قليلا شوي عن الظروف الاجتماعية والظروف السياسية التي قادت إلى شيء اسمه قانون الجرائم الإلكترونية، ثم بعد ذلك تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، مما يشير على أنه هذا القانون موجود الآن في الأردن لكن عرضة أيضا لتعديلات. والدليل على ذلك أنه مثلا على سبيل المثال عندنا قانون آخر اسمه قانون المطبوعات والنشر يقابل قانون الصحافة يمكن في العراق من 93 حتى الآن 10 مرات تم تعديله، وهذا أمر طبيعي لأنه عندما نتحدث عن حرية الرأي والتعبير، عندما نتحدث عن حرية الصحافة، فهي من الحقوق والحريات ذات الحساسية المفرطة للجميع، فبالتالي ليس من السهل تنظيمها أو تأطيرها بقانون، لأنه أي مرور بجانبها قد يمس بوجهها الوادع الجميل إذا جاز التعبير يعني لهذا الوصف. نعود إلى عام 2015. قبل عام 2015 كانت الظروف الاجتماعية الأردنيين مقبلين دائما على استخدام السوشيال ميديا بشكل كبير. يعني نتوقع أنه في 2015 كان عندنا 6 ملايين أردني من أصل 10 ملايين سكان المملكة الأردنية يستخدمون الفيسبوك. الآن العدد طبعا أكبر من ذلك، نقارب 10 ملايين من أصل 11 مليون. الآن دخل تويتر أيضا على استخدام يعني السوشيال ميديا، لأنه النخبة السياسية عندنا في الأردن بدأت تستخدمه، خصوصا رئيس الوزراء السابق. القصد من ذلك الإنسان الأردني أو المواطن الأردني مواطن يعني يستخدم التكنولوجيا ومقبل على التكنولوجيا،
وعنده وعي وثقافة لاستخدام التكنولوجيا. فصار المواطن الأردني أو الإنسان الأردني يشتبك مع الأحداث ويدلي بدلوه ويبدي رأيه إلى جانب الصحافة أيضا. وصار هو هذا المواطن أو هذا الإنسان الأردني سكان المملكة مصدر للمعلومات، أو أحيانا ناقل للأحداث وأحيانا راصد لهذه الأحداث. أدى في النهاية إلى ظهور ما يسمى لدينا أنه لا توجد ضوابط للتعبير لدى المواطن أو لدى مستخدم التكنولوجيا. أدى ذلك في النهاية إلى أنه ظهرت بعض الممارسات أنه خرجت فيها عن حدود ما لا يجب أن يتم البوح به، أو ما يجب أن لا أو اعتبر مساسا بمفاصل معينة تتعلق بحقوق الناس، خصوصية الناس، تتعلق باعتبارات عديدة تمس يعني لا يمارسها الصحفي المحترف. أدى هذا في النهاية إلى أن هذا المخاض في هذا المجتمع إلى أنه يفكر بطريقة إيش؟ أنه لازم نقونن مسألة التعبير أو استخدام التكنولوجيا في إطار التعبير. فظهر كان لدينا قانون اللي هو أنظمة المعلومات موجود لدينا، فانطلقوا من أنظمة المعلومات وهذا قانون تقني فني إلى أن نلغي هذا القانون، أو بالإضافة لهذا القانون نضع قانون اسمه قانون الجرائم الإلكترونية سنة 2015. المشكلة في الحكومة في ذلك الوقت أنها عندما أعلنت عن هذا القانون في الأسباب الموجبة قالت أننا نريد أن نواجه الابتزاز والاحتيال والقرصنة الإلكترونية. لكن عندما جاءت وعرضت مشروع أو مسودة القانون تفاجأنا في أن هناك نصوصا تمثل قيدا على حرية الرأي والتعبير مكررة لنصوص موجودة في قوانين أخرى فاعلة، كقانون العقوبات الأردني تعالج بعض الجرائم كجريمة الذم والقدح والتحقير على سبيل المثال، لكنها في إطار استخدام الجرائم المرتكبة من خلال استخدام السوشيال ميديا. أدى هذا في النهاية أنه يقول أنه المجتمع المدني المدافع عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان أن يناهض ويرفض هذا المشروع، وأن يقدم وجهة نظره وأن يقدم مسودته. وأيضا اشتبكت نقابة الصحفيين الأردنيين في هذا الموضوع، واعتبرت أنه هذا النص أو هذا القانون بهذا النص بهذه الصيغة الفضفاضة قد تؤدي إلى تغليظ العقوبة على الصحفيين، إلى المساس بحرية الصحافة، إلى المساس بحرية الرأي والتعبير. وتغليظ لماذا؟ النص نفسه يغلظ، إضافة إلى وجود قوانين أخرى، فالصحفي إذا ارتكب فعلا واحدا قد ينطبق عليه أكثر من قانون، وهذه هي المشكلة. أيضا المشرعين أو البرلمانيين كانوا مختلفين حول هذا الموضوع ولم يكونوا على موقف واحد يعني في ذلك الوقت. النشطاء على الفيسبوك أيضا تحركوا باتجاه مناهضة هذا القانون، وتدخل المقرر أو يعني أصدر المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير بيانا في ذلك الوقت يحذر من المساس بحرية الرأي والتعبير. المهم صدر القانون بالشكل الذي هو عليه. المشكلة أنه في هذا القانون في بعض النصوص لديه كما قلت في الأسباب الموجبة هو يتحدث عن الابتزاز والاحتيال الإلكتروني والاستغلال الجنسي باستخدام الإنترنت، لكن هذه موجودة نصوص في ذلك. لكن هناك نصوص كما قلت المادة 11 يعني في هذا القانون تتحدث عن مسألة جريمة الذم والقدح والتحقير المرتكبة من خلال السوشيال ميديا. ظلت الأحداث تسير بعد ذلك في هذا القانون، وهناك إحصاءات موجودة عن زميلي سيذكرها لكم. اللي صار عمليا في المقابل احنا كمان في موضوع التكنولوجيا يعني عندنا خطوة متقدمة. لدينا جهاز أمني متخصص في وحدة هي في مديرية الأمن العام، هي اسمها وحدة الجرائم الإلكترونية. يعني وحدة الجرائم الإلكترونية وحدة متخصصة. أنت كيف تستطيع أن تثبت أنك تم ذمك أو تم توجيه ذم أو قدح أو تحقير بحقك؟ تذهب إلى وحدة الجرائم الإلكترونية وتقدم ما يسمى شكوى أو إخبار. تقوم وحدة الجرائم الإلكترونية بإصدار كشف IP أدريس، في الIP أدريس مين صاحب الموقع، ويطلع فيه كمان البوست والكومنتس أو التعليقات الموجودة، وتستطيع على ضوءها تحرك دعوة لدى المحكمة المختصة.
وهذا يشمل أي إنسان يعتقد أنه متضرر بموجب ما مورس من تعبير جارح أو خارج عن النص. تطور المجتمع عندنا أيضا إلى حالة أنه بدأنا نلمس نوع من خطاب يظهر بعض ملامحه بشكل مش واسع ولا منهجي في الأردن، لكن خطاب أدى في النهاية إلى أنه نتساءل هل لدينا خطاب كراهية في داخل مجتمعنا قائم على الوصول والمنابت، قائم على يعني مستويات يعني ليست حادة وليست منهجية في الأردن. أدى هذا في النهاية إلى أن نحن نتساءل أو نطالب، صار في مطالبات وصار في مناهضة أيضا بهذه المطالبات، أنه قامت الحكومة وبشكل سريع مع مجلس النواب في ذلك الوقت في عام 2018 إلى إرسال تعديل لهذا القانون يجرم ما يسمى خطاب الكراهية. يعني وقالت فيما نصه: كل قول أو فعل يحض على الفتنة القائمة على الإثنية أو الكره أو العدوانية القائمة على الإثنية أو العرق أو. طبعا تم انتقاد هذا النص، واعتبر أنه هذا النص سيمس مساسا مباشرا بحرية الرأي والتعبير، وسيمس مساسا مباشرا بحرية العمل الصحفي، ويعتبر قيدا عليه، لأنه العقوبات أيضا مغلظة في هذا القانون الذي يبيح توقيف الصحفي، يبيح ملاحقته. اللي بيصير في هذه الحالة أنه المعايير الدولية لتعريف خطاب الكراهية ليست هي ذات المعايير التي بني عليها النص الذي صيغ به النص اللي هو جرائم خطاب الكراهية. فبرضو كان هذا وجها من أوجه الانتقاد الموجهة لتعديل القانون، وهو نافذ الآن بهذه الصيغة. الذي حصل برضو كان في نقطة إيجابية في هذا القانون، أنه لا توقف استنادا إلى جرائم الذم والقدح بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، لأنه قانون العقوبات، وكان هذا القانون يتعارض مع قانون العقوبات، لا يجيز التوقيف في حال إذا كانت الجريمة يعاقب عليها بما لا يزيد عن 2 سنين. فقال لك طيب على الأقل وفق بين القانونين، قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، وهذا الذي حصل. الذي حصل لدينا أنه هذا القانون طبعا تم مناهضته، تم إصدار بيانات فيه، تم وقوف ضده، لكنه في النهاية صدر بالشكل الذي صدر عليه حتى الآن. الذي حصل أنه قانون الجرائم الإلكترونية